هابي فالنتاينز داي. بس هو مين صحيح فالنتاين ده؟ نرجع بالزمن لأكتر من 1700 سنة لروما القديمة، والإمبراطور وقتها كان اسمه كلوديوس الثاني. كان زي عادة قيصرة الروم مركز على توسيع حدود إمبراطوريته، وعشان كده كان عايز جيش قوي. وكان كلوديوس شايف إن الجنود المتجوزين مش بيكونوا محاربين أقوياء أبدا، لأنهم بيبقوا عايزين يعيشوا عشان يرجعوا زوجاتهم وأولادهم. فقرر قرار صادم إن مفيش جواز للشباب. أيوة، يعني الحب والجواز وقتها بقى ممنوع رسميا بالقانون. وهنا بيظهر بطل قصتنا القس فالنتاين، واللي شاف ان اللي بيحصل ده ظلم وضد الطبيعه البشريه. ففالنتاين قرر انه يعمل حاجه خطيره جدا، بانه يكسر قرار الامبراطور ويجوز الشباب في السر بعيدا عن عيون رجال الامبراطور. وبطبيعه الحال كل جوازه كانت مخاطره، لان عقاب تحدي قوانين الامبراطور كانت الاعدام. ولكن فالنتاين كان مقتنع ان مخاطرته تستاهل، لانه كان مؤمن ان الناس من حقها تحب حتى لو الامبراطور نفسه كان رافض. وفي يوم اتكشف واتقبض على فالنتاين واتحبس واتحكم عليه بالاعدام. ولكن القصه هنا لسه ما انتهتش. بتقول الروايات ان بنت السجان كانت بتيجي تزور ابوها وتعرفت على فالنتاين واتكلمت معاه وحبته وحبها، وقبل تنفيذ حكم الاعدام عليه كتب لها رساله حب ووقعها بجمله from your valentine. ومن هنا جت الكلمة اللي الملايين النهاردة بيقولوها. للأسف قصة فالنتاين ما انتهتش نهاية سعيدة، إنه اتنفذ عليه حكم الإعدام يوم 14 فبراير سنة 269 ميلادية. بقى اليوم ده رمز للحب بعد كده. المفارقة هنا إن اليوم اللي بقى رمز لقلوب الهدايا أصله كان قصة تمرد. راجل عادي قرر يعارض أقوى سلطة في العالم وقتها، مش عشان السياسة ولا الفلوس، ولكن علشان كان مؤمن إن الحب حق. فافتكروا ان الفالنتاين مش مجرد يوم ورد وهدايا اللي بنحبهم، ده تذكير بسيط ان الحب الحقيقي عمره ما كان سهل، ودايما وراه حد قرر يختار طريق القلب حتى لو الثمن كان حياته. وانتم بقى ايه رايكم؟ هل الحب الحقيقي فعلا موجود؟ معلش على الورده، ما لقيتش الورده قدامي.